تعالي نعمل القرنبيط النهارده. ان شاء الله هتكون خلطه مميزه، هتخليها مقرمشه من بره ومن جوه تكون القرنبيط معايا طري وطعمه هيكون مختلف. وبجد كل اللي مش هيحب القرنبيط بالوصفه دي هيعجبه، وهتعملوا فيها سندوتشات. واستنوا اخر الفيديو اقول لكم انا اكلته ازاي. هنا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا حلقتي النهارده. جبت زهر من القرنبيط حجم متوسط، شلت الاخضر والعصبه الكبيره، وبقيت اقطع اجزاء القرنبيطه الاجزاء صغيره زي ما انتوا شايفين كده معايا بالفيديو. هبدا ان انا اقطع جزء جزء واقطعه الى اجزاء صغيره. وهنا هبدا ان انا اغلي ميه بعد ما قطعته، واحط الملح المناسب للميه ومعلقتين من الكمون الخشن عشان ما يعملش معايا غازات. وهنا هبدأ ان انا احط القرنبيط بتاعي هسلقه من 4 ل5 دقايق. بعد الغليان ببدأ ان انا اختبر العصبة بتاعة القرنبيطة بتاعتي. لقيتها استوت واتقسمت معايا، خلاص بقى بعرف كده ان خلاص استوى وما خلوش ان هو يتهري معايا. هتخزنيه ليوم ما تكونيش فاضيه فيه وتطلعيه وتعمليه على طول بسرعه. هتسيبيه بالظبط من 2 ل3 دقايق وتشطفيه بميه من الحنفيه وتسيبيه يهدى. وبعد كده حطيه في اكياس وحطيه في الفريزر. انا بعمله كده بصراحه بيكون كويس جدا معايا. وزي ما انتوا شايفين انا كده طلعت، وشايفين حجم طبعا الاجزاء بتاعه القرنبيط. عايزه تعمليها متوسطه، عايزه تعمليها كبيره، عايزه تعمليها صغيره، دي بتبقى على حسب الرغبه. بس كل ما كانت القرنبيط صغيره كل ما كانت احسن وتقرمش معاكي في انتوا بتحمريها. كده استوى معايا وهسيبه يهدى. هبدأ معايا الخلطة. المكونات دي كانت طبعا انا كنت عاملة كمية، فطبعا لو هتعملي زهرة قرنبيط حجم متوسط كفاية عليكي طماطماية وفلفلاية حمراء رومي، فلفلاية اخضر رومي. وبرضو حطيت قرن فلفل حار اخضر وقرن فلفل حار احمر. لو مش حابة الوصفة بتاعتك تكون سبايسي شوية او ما تكون فيها نسبة شطة، حابة تستغنى عنها براحتك، بس بصراحة بيديله طعم. الخليط السائل اللي انا هعمله للقرنبيط، هنا معايا كوبايه من اللبن وبتضيفي عليها بيضتين، وبتضيفي طبعا عليها المكونات اللي انا قلتلك عليها اللي هي الطماطم، فلفلايه رومي، فلفلايه احمر. عايزه تحط حار براحتك، مش عايزه براحتك. التوابل بتاعتك كمون، كزبره، توم باودر، بابريكا، اهم حاجه الكمون. وطبعا رشه من جوز الطيب، وبتحطي توم باودر، وبتحطي من معلقه برضو معلقه من التوم المفروم. هوريها لكم برضو في اخر الوصفه، يعني انا هظهرها لكم. وبعد كده بتحطي 3 معالق من النشا، معلقه من البيكنج باودر، معلقه كوبايتين ونص من الدقيق. طبعا على حسب الكميه اللي هتعمل يعني هتظبط معاكي الوصفه. فطبعا يعني الدقيق ده بيبقى على حسب النوع، وبيختلف نوع عن نوع. وهنا معايا ربطه من الكزبره، ربطه من الشبت، ربطه من البقدونس. الخضره بتزود طعمها وبتزود القيمه الغذائيه بتاعتها. زي ما انتوا شايفين انا قلبتهم كويس جدا مع بعض. وهبدأ ان انا احط الدقيق بتاعي اللي هي كوبايتين ونص من الدقيق، وهبدأ اقلب لغايه ما يظبط معايا الحجم بتاع العجينه بتاعتي. طبعا حابه ان انت تعمليها بخلطه سائله كده وبعد كده تحطيها في الدقيق بيكون كويس، بس هتهدري كميه دقيق كتير طبعا. واحنا في الوقت ده عايزين كل حاجه تكون اقتصاديه شويه. وهنا حطيت اللي انا قلت لكم عليها معلقه من الثوم المفروم. زي ما انتوا شايفين انا بعد ما خلصت الخليط بتاعي بدأت اللي انا احط قطعه من القرنبيط، واكون مسخنه زيت جنبي. ببدأ اللي انا احط فيها القرنبيط بتاعي. وطبعا بتختاري اصغر صينيه وعشان تحطي كميه زيت كبيره عشان يديكي التحميره اللي انت عايزاها. هو هنا الزيت ما كانش ساخن برضو كما يجب، بس هشوفها طبعا لما اضيف القطعه التانية. زي ما انتوا شايفين انا كده حمرتها. الكربوناتو هيخلي القطعه القرنبيط كده تفنش معاكي وتبقى شكلها جميل. وان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. واهم حاجه ما تنسونيش في الاشتراك وتفعلوا معايا جرس التشغيل عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بقدمه. واوعوا تنسوا اللايك للفيديو. زي ما انتوا شايفين انا كده يعني بحمر القرنبيط على حسب الجهه اللي هي مش متحمره. ببدا ان انا اقلبها في الزيت عشان تتحمر معايا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ده خلصته وكلته بصراحة مع الكاتشب والمايونيز. بجد اداني طعم خطير جدا للقرنبيط. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.